انه لاعب لعب 186 مباراة في دوري ابطال اوروبا. يظهر فيك ما تعرفش ملان. اجي نحكي لك على اكثر 5 لاعبين لعبا لمباريات في دوري ابطال اوروبا. في المركز الخامس نلقاو الاسباني راول غونزاليز لاعب نادي ريال مدريد اللي لعب 142 مباراة في دوري ابطال اوروبا. في المركز الرابع نلقاو الاسباني تشافي هرنانديز اللي لعب 151 مباراة بقميص نادي برشلونه. اما صاحب المركز الثالث نلقاو البولغا ليونيل ميسي اللي تواجد في 164 مباراة في الشامبيونز ليج بقميص نادي برشلونه وباريس سان جيرمان. في المركز الثاني نلقاو القديس وحارس نادي ريال مدريد ايكير كاسياس اللي تواجد في 177 مباراة في دوري ابطال اوروبا مع نادي ريال مدريد ونادي بورتو البرتغالي. وقبل ما نتعداو لصاحب المركز الاول ما تنساش تعمل لنا شير للفيديو وتكتب لنا في كومنتات زعما شكون اكثر لاعب لاعبا لمباريات في تاريخ دوري ابطال اوروبا. اما صاحب المركز الاول واكثر لاعب لاعبا لمباريات في تاريخ دوري ابطال اوروبا فهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو اللي لعب في 186 مباراة في الشامبيونز ليج وكانت بألوان نادي سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ونادي يوفنتوس الإيطالي.